Herkese selam. انا لجين وائلي طالبه مصريه في تركيا، وبيقولوا لي يا لوجي بالمناسبه عشان لو حد عايز يقول جاي النهارده ان انا اعلمكم تتكلموا تركي ازاي زي ما انا اتعلمت تركي. وانا بدات اتعلم التركي من المكان اللي انتم شايفينه ده. مش عارفه في ناس هتاخد بالها ولا لا، ولكن دي عماره مسلسل اسميتها فريحه. اسميتها فريحه هو كان المسلسل اللي انا بدات حكايتي كلها معاه، واتعلمت تركي بسببه، وقررت ان انا هدرس الجامعه في تركيا، وبسببه انا دلوقتي بتخرج من هندسه اخر سنه في تركيا الحمد لله، والحلم اتحقق والسنين عدت عليه. قصتي بدات في 2013 مع مسلسل فريحه، وساعتها حبيته وخلاص خدت القرار، والحمد لله انا درست لوحدي. ولو انتوا عايزين تعرفوا انا كلوجي ذاكرت تركي ازاي بالظبط، هتلاقوا فيديو في الديسكربشن تحت او موجود في الشانل عامه، وفي انا بقول لكم انا درست تركي ازاي واتعلمت تركي ازاي لوحدي. ولما عملت امتحان جبت المستوى اللي قبل الاخير لوحدي، وانا كنت طفله في المدرسه. باي ذا واي كنت بذاكر من ورا ماما، عشان الفيديو ده لماما، الحته دي لماما. كنت بذاكر من ورا ماما تركي عشان ماما كانتش راضيه تخليني اذاكر تركي، بس كانت بتقولي ان هو مش مهم وها. هاي مامي، دلوقتي انا في تركيا، ايه رايك يا ماما؟ مفيش اي لغه ملهاش لازمه. اي حد يقول لكم ان في لغه ملهاش لازمه لا، بس برضو يعني انا التركي فادني عشان جيت تركيا، لكن لو انتم مش هتيجوا تركيا ف I don't think ان هو هيفيدكم بصراحه، لانها لغه مش انترناشونال زي الاسباني والانجليش والفرنش والالماني والحاجات دي. ففكروا برضو انتم بتختاروا اللغه. قررت اقول لكم الجمله بتاعت biz her şeyin başladığı yerdeyiz. Seni çok seviyorum. Bize şahit olan yerdeyiz Feriha. Her şeyin başladığı yerdeyiz. Seni çok seviyorum. Her şeyin başladığı yerdeyiz. Seni çok seviyorum. فاللي انا تفاجأت فيه ان انا حياتي بدات وعلاقتي بتركيا والتركي بدات من 10 سنين، بالذات في الجنينه دي وفي العماره دي. مسلسل اسميتها فريحه كان سنه 2013 وتصور والكلام ده، وكان اول مسلسل تركي اتفرج عليه وانا مراهقه عندها 12 سنه وحاجه كده. كانت ادمان لانه ما كانش فيه مسلسلات كتير. هو كان المسلسل اللي خلاني اقتنعت ان انا لازم هدرس الجامعه في تركيا، اكيد هقابل امير صراف اولد بتاعي، حياتي هتبقى الجامعيه كده. طبعا الجامعه البيضاويه ما فيش حاجه من الكلام ده في الحقيقه. حبيت اقول لكم بما ان انا بتخرج السنه دي خلاص الحمد لله، بس اتس نايس يعني اسطنبول حلوه. ذاتس ذا بوينت. المهم ان انا هعلمكم تركي من خلال المسلسلات زي ما انا اتعلمت زمان. اوكي شويه ما اتعلمتش بالطريقه دي، بس هعلمكم بدايه من مشهد بدء مسلسل فريحه الكيوت بتاعنا، وفي كويز عشان نختبر انتوا كنتوا قاعدين مركزين كويس ولا لا في اخر الفيديو. ركزوا معايا بقى في الحلقه عشان هسالكم في الاخر، وهتكتبوا لي في الكومنتس انتوا جبتوا كام وحليتوا كام واحده صح وايه اللي حليتوه غلط. ولو مش فاهمين حاجه اكتبوها لي في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هشرحها. اول حاجه هقولها لكم هو اسم المسلسل. اسم المسلسل هو ان هو اسمه أدını Feriha koydum. أدını Feriha koydum. أد يعني اسم، أدını اسمك، فريها اللي هو سلمى فاطمه بطيخه، كويدم يعني طفل وضعت. الاطفال احباب الله. كويدم اللي هو فعل كويماك اللي هو وضعت، فهو بيقولوا لك ايه؟ لقد وضعت لك اسم فريحه. اد كويماك يعني فعل التسميه، او ان انت تسمي حاجه اد كويماك. اد كويماك يعني أدنى كويدم يعني انا حطيت الاسم ده ليكي او وضعته كده. عامه ده بيكون الفعل. تاني حاجه بقى، بما ان احنا بنقول الاسماء وبنسمي الحاجه وكده، فهقول لكم اسماء الابطال اللي هم فريحه وامير. طبعا الاسماء دي كلها حسب ما عملت سيرش على جوجل، ويقال ان دي معانيها ممكن يكون لها معاني تانية. فريحه اللي هو الفرحه اللي هو عندنا في مصر زي فرحه وكده، وامير اللي هو الامير عادي. بس اسماء الابطال دول في الحقيقه ايه؟ فريحه اسمها هازال كايا. هازال كايا اللي انا لقيت لاسم هازال 3 معاني. اول معنى الشخص اللي بيجري لمساعده الناس. ثاني معنى الرسمه او الصوره الحلوه او الرسمه عامه. ثالث معنى اوراق الشجر الجافه المتساقطه. وات ايفر ات از، بس يعني هو المهم انها حاجه كويسه يعني. هازال. وباي ذا واي هي اسمها الحقيقي ليلى هازال، ليها اسم مركب بس هي بتستخدم هازال. تاني حاجه كايا. كايا يعني صخره، دي كلمه معروفه عادي يعني. اقول لك شيلي الصخره من الطريق، كايا يولدان كالدر فلان. امير بقى اسمه الحقيقي تشاتاي اولوساي. تشاتاي اولوساي. اول حاجه عندنا تشاتاي. تشاتاي اسم تاريخي معناه صاحب القوه والقدره، ده معنى اسم تشاتاي. بعد كده عندنا الفاميلي نيم بتاعه اللي هي الكونيا بتاعته او الكنيا بتاعته وات ايفر، اولوساي. اولوساي سوي اللي هو النسب او الفاميلي نيم صياد، يعني هي جايه من الحته دي، وده اكوردنج اللي انا شفته على جوجل وانا بعمل سيرش. اولوساي ليها معنيين. ده المعنى الاول الشخص اللي محترم اللي بيطبق الحق. المعنى الثاني ان هو الشخص النبيل المحترم، يعني اللي هو من عيله كويسه. ننجز بقى وندخل في هدف الفيديو الرئيسي. İyi misin? Çok özür dilerim. Nasıl oldu anlamadım. İyi misin? İyi misin يعني انت كويسه. İyi misin في العادي ردها iyiyim، تشكر ederim، iyiyim او iyi değilim. İyi misin معناها انت كويسه، لكن في فرق بين iyi misin ونصلسن. نصلسن انت عامله ايه، لكن iyi misin انا اللي هو انت كويسه. فنخلي بالنا امتى نقول اللي قدامنا iyi misin وامتى نقول له نصلسن. لو جايه بتتعرف على حد تقول له هاي ازيك هنقول له نصلسن، مش هنقول له iyi misin. iyi misin احنا بنطمن على حاله. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim يعني انا اسف جدا، اسف جدا.
özür dilemek هو من عذر اللي هو I'm sorry. حاجة اللي نخلي بالنا منها امتى نستخدم özür dilerim وامتى نستخدم pardon. في يومنا الطبيعي مثلا لو عايزين نقول لحد بعد اذنك لو سمحت عايزه اعدي، اوف يا ايه ده نسيت كده، لكن بجد اعتذار كلمه كبيره özür dilerim اللي هو بجد انا عملت حاجه فبعتذر عليها، لكن في العادي هيكون pardon. والاتراك هتلاقوا بيقولهم pardon يعني عادي بير عادي pardon. الاعتذار الثالث في التركي اسمه kusura bakma. يبقى الاتراك بيعتذروا بثلاث طرق. قلنا özür dilerim لو عملتي حاجه كبيره قوي، pardon اللي هو بعد اذنك او معلش هنمعلش بعضينا، او kusura bakma اللي هي لا تواخذني، اللي هي كسور اللي هو التقصير. kusura bakmak النظر، kusura bakmak اللي هو انك بتبص على الغلط اللي اتعمل. يبقى kusura bakma يبقى لا تنظر لتقصيري اللي هو معلش انا اسف، برضو بنمعلش بعد اللي هي برضو اللي هو معلش، مش özür dilerim انا عامله حاجه كبيره. Nasıl oldu anlamadım. nasıl oldu anlamadım. nasıl اللي هي كيف، oldu اللي هي فعل olmak اللي هي verb to be اللي هي فعل الكون ان تكون، anlamadım اللي هو ما فهمتش، انا ما فهمتش حصل كده ازاي. nasıl oldu anlamadım يبقى انا ما فهمتش حصل كده ازاي. فعل anlamadım ليه حاجتين برضو نخلي بالنا منهم عشان معانيهم بتختلف، ولكن هي شويه لما المستوى يعدي بينا شويه anlamadım وanlayamadım. anlamadım ما فهمتش، anlayamadım ما عرفتش افهم، anlayamadım ما فهمتش. kırılmış اللي هو من فعل kırmak اللي هو فعل الكسر. هو قال لها kırılmış ليه اتكسر. Ya gerçekten özür dilerim. بعد كده رجع اعتذر منها تاني قال لها يا gerçekten özür dilerim. هم هتلاقي الاتراك بيقولوا يا كتير، يا كده ما تفهميش ايه، بس اللي هو ليها استخدامات عديده وبتتحط في مواقف كتيره، اللي هو مثلا لو حد قال لك حاجه حلوه تقول له يا كده، فاهمه؟ او يا كده حسب الجمله، يعني هي يا هتلاقيها مرزوقه في اي حته، فزقوا الليله مع يا عادي، وهو زي اللي كده عندنا بس، او كده حسب الجمله. اوكي Önemli değil. önemli يعني مهم، ديل اللي هو مش، فبتقول له مش مهم. بتستخدم برضو في كذا وقت وكذا جمله. اول حاجه لما في الوضع زي ده اللي هو لا عادي مفيش مشكله، بوضع مفيش مشكله önemli değil، او في وضع اللي هو مش مهم بقول لك دي önemli، مثلا اقول لك مثلا الجمله الصفحه دي هنذاكرها önemli mi هل هي مهمه، ما اداه الاستفهام، هتقومي انت قايله لي önemli değil. ليها استخدام ثالث اللي هو لو انا بقول لك العفو، اللي هو لا ما عملتش حاجه مش مهم ولا يهمك كده، اللي هو تقولي لي يا çok teşekkür ederim، تقومي انت قايله لي önemli değil sorun yok كده يعني. Doktora gidelim mi? بعد كده مورا مرمورة قال لها دكتورة جدلمة. عندنا أول حاجة دكتور اللي هي الدكتور عادي، وعامة خلوا بالكم إن دكتور بالتركي بالكي مش بالسي، لأن كده هتبقى دوشتور عشان هم عندهم السي جا، فهتبقى دكتور بلس إن إحنا عايزين نقول إلى الدكتور، فبقت دكتور بلس حرف الإي فبقت دكتورة، إلى الطبيب دكتورة. جدلمة اللي هي فعل جيتمك، في الأساس فعل جيتمك، بس هو بيقول لها ايه تيجي نروح جدلمة، هي كده بتحط على بعضها جدلمة، يبقى دكتورة جدلمة. تيجي او تحب نروح للدكتور، تيجي نروح للدكتور، وما دي لو أداة الاستفهام. Yok teşekkür ederim gerek yok. Yok teşekkür ederim gerek yok. يوك هنا يوك ليها معنيين والناس بتتلخبط فيه، في فرق بين كلمة يوك وكلمة هاير لا يوك كمان بتمشي باللغة العامية بمعنى لا، ولكن يوك المعنى الأصلي بتاعها لا يوجد. كلمة فار اللي هي يوجد عكسها يوك، يبقى فار ويوك. يوك معناها الأصلي لا يوجد مش موجود، تمام؟ وبتستخدم بمعنى لا، تقول لك يو، وهتلاقي في ناس تقوم قايله لك يو اللي هو في اللغه العاميه مش هيقولوا حرف الكي، لما تيجي تقولي عملت كده تقول لك يو جيت مدام، لا ما رحتش، لا كده، فاهمين؟ يوك تشكر درم، لا شكرا، وشكرا اللي هي تشكر درم طبعا ليها يعني لو انا عايزه اشكر حد اقول له شكرا ليها معاني كتير قوي. مبدئيا اللي احنا بنسمعهم كتير قوي هو تشكر درم اللي هو تشكر اتمك ان انا بشكر حد، تشكر اتمك اللي هي تشكر درم. وبعدين ممكن نقول لحد تشكرلر
تشكرler اللي هي تشكراتي، اللي هي يسرا كانت بتقولها تشكرات. بعدين تالت حاجه ان انا اقول لحد صال، صال اللي هي تسلم، صا سالم، اول صا اول صا اول اللي هو تسلم. تمام. جارك يوك قلنا ملهاش لازمه او مفيش مشكله يعني سلكوا جارك يوك يعني. Atla o zaman yeni bir telefon alalım sana. Atla o zaman yeni bir telefon alalım sana. اطلع زمن اطلع اللي هو هدي يلا اطلع اطلمك اللي هو النط، فهو بيقول لها اطلع، بيأمرها انها تنط يعني اللي هو فيما معناه يلا اركبي بسرعه يعني، فاهمه اللي هو يلا اركبي، اطلع اللي هو يلا تعالي بسرعه كده يلا هوبا نروح، فاهمين؟ زمان اذا اللي هي في هذا الزمن، بس هي بتستخدم بمعنى اذا، مش كل حاجه ناخدها بالمعنى الحرفي. Yeni bir telefon alalım sana. 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 Yeni اللي هي جديد، bir اللي هي واحد، bir telefon موبايل، alalım نشتري almak sana for you إلك. فهو بيقول لها اطلع o zaman yeni bir telefon alalım sana، فيقول لها يلا لو كده بقى تعالي نجيب لك واحد تاني. واlalım زي اللي قلناها في الاول ايه، جدلم اللي هو يلا بينا يلا نروح alalım يلم، فاهمين كده؟ yeni bir telefon alalım sana يعني اطلع كده زي اللي هو زي دلنا، زي ما احنا بنقول لحد دلنا في اسناننا مثلا، ولكن احنا لو كتبناها باللغه العربيه نقول ايه، لقد ذهب مسرعا. Bunu idareten kullanıyorum zaten. وفرحتنا الكاريزما قامت قايله له bunu idareten kullanıyorum zaten. bunu idareten kullanıyorum zaten. bunu يعني هذا، idareten اللي هو بمشي حالي بيه، بأدير بيه الوضع يعني، فاهم اللي هو بنسلك بيه الدنيا. kullanıyorum فعل kullanmak، kullanıyorum ذاتا اللي هي ذاتا. ولو حبينا نقول لحد ان احنا بنتعامل مع الوضع او متعايشين معاه نقول له ادار diyorum، قادره اتعايش اللي هو قادره اتماشى مع الموضوع. Benimki tamirde sağ ol. Benimki tamirde sağ ol. benimki tamirde sağ ol. benimki tamirde sağ ol. benimki بتاعي، benimki بتاعي، تعمير اللي هو التعمير، ولكن هنا معناها التصليح، altında تحت التصليح، قيد التصليح، بيتصلح. صال دي فيها مشكله وهي حرف اليومشجع، لو وقفنا نسترس عليها كده ونسترس على السين فيها وان احنا نقعد نحاول ان احنا نقول اليومشجع هتلاقيها بتطلع ايه، ضايعه، فهي لازم تتقال بسرعه. صال يا كده، هي اصلا زي ما قلنا ايه في الاول، هي صا اللي هي صالم اللي هي سالم، اول هي فبتقول له لا حبيبي تسلم، ربنا يعزك شكرا تسلم. مثلا عايز تقول كلمه شجره فهي اتش، هتلاقيهم في ناس كتيره في الترجمه تقوم كاتبالك اغاتش، بدل اليومشجع تحط لك حرف الغين، لا اليومشجع ما هو الا حرف مش موجود، هو بالظبط ما بيديش غير الساوند ده. انا حاسس ان انا اهبل. O zaman parasını vereyim. O zaman parasını vereyim. إذن بديكي فلوسه، para vermek أن يعطي الفلوس، para اللي هي الفلوس، فزي ما قلنا إيه o zaman اللي هي إذن para اللي هي فلوس مصاري أموال، parasını دي أصلا كل حرف ليه معنى في السنة دي، يبقى أديكي أنت الفلوس بتاعته، vereyim أعطيك، يبقى para vermek parasını vereyim. Sen kimin neyin parasını veriyorsun ya? Sen kimin neyin parası veriyorsun ya? Sen kimin neyin parası veriyorsun ya؟ أهم حاجة يا نخنف فيها يا، ما تقولش يا، لا ما بتتقالش يا، لا الأتراك بيخنفوا فيها بجد، حتى احنا لما بنيجي نقولها بنخنف يا كده. سان أنت، كيمين اللي هي كيم من، كيمين بتاع مين، كيمين parasını زي ما قلنا para سنة بتاعت، veriyorsun أن تعطي، فعل vermek يا دي يا. sen kimin neyin اللي هي ne ماذا، neyin بتاع مين، neyin. sen kimin neyin parasını veriyorsun ya، sen kimin neyin parasını veriyorsun ya، يبقى sen kimin neyin parasını veriyorsun يا. هي الجملة كلها عبارة عن لواحق، والدرس ده لوحده محتاجين 10 سنين نشرح لبعض فيه عشان كل الناس بتلخبط فيه لحد دلوقتي حتى الأتراك. أهم حاجة يا وديتي. Telefonunu kırdığıma göre sana ödemem gerekir. Telefonunu kırdığıma göre sana ödemem gerekir. Telefonun kırdığıma göre sana ödemem gerekiyor. telefonun بتاعك. kırdığıma، kırmak اللي هو فعل kırmak، kırdığıma göre بما إني كسرته أزايد الدس، يبقى telefonun kırdığıma göre بما إني كسرت تليفونك sana ödemem gerekir.
sana ödemem gerekir. يبقى sana إليك ödemem ödemek فعل ödemek اللي هو أن أدفع أوكي إن أنا بدفع حاجة gerekir يلزم. يبقى ödemem gerekir لازم أدفع. يبقى gerekir لا gerekmek. مش احنا قلنا في الأول gerek yok مش لازم لكن دي هنا بقى الأمر بتاعها gerekir اللي هو إيه لازم أدفع. يبقى ödemem gerekir. Telafi etmem lazım ama. Telafi etmem lazım ama. تلافي etmem lazım ama. تلافي etmem lazım ama. تلافي اللي هي جايه من كلمه التلف ولكن هنا تلافي etmek ان نعوض التلف. تلافي etmek ان نعوض التلف. لازم اللي هي لازم اما ولكن يبقى ولكن لازم اعوض غلطتي لازم اصلح غلطتي. تلافي etmem lazım ama. Telafi etmek istiyorsan bir daha araba kullanma. Telafi etmek istiyorsan bir daha araba kullanma. قامت حبيبتي فروحه الكاريزما قالت له ايه تلافي etmek istiyorsan يبقى لو انت عايز فعلا تصلح غلطك او تعوض عن غلطك تلافي etmek istiyorsan استمك احنا قلنا تلافي etmek خلاص istiyorsan اللي هي فعل استمك اللي هي istiyorum تمام فهو بتقول له لو انت عايز تعوض استمك istiyorsan لو san دي بتاعت لو istiyorsan لو انت عايز تعوض تلافي etmek istiyorsan bir daha araba kullanma هي قايلها له بالعاميه بدها هما في العادي بيقولوها بدها الاتراك عامه في كلمه بير اللي هي واحد بيشيلوا حرف الر لما بيبقوا بيتكلموا في العاميه فهي تقول له ايه بدها اللي هي اصلا في الاساس بير واحد دها مره بير دها araba العربيه kullanma araba kullanmak يعني معناها نسوق او نستخدم السياره araba kullanmak الفعل على بعضه معناها ان احنا نسوق ولكن kullanmak هو الاستخدام فقالت له لو عايز تعوض عن غلطك ده ما تسوقش تاني تلافي etmek istiyorsan bir daha araba kullanma تلافي etmek istiyorsan bir daha araba kullanma حتى هتلاقي اوقات الناس مثلا تقوم قايله لك ايه بتانه مش بير تانه بتانه تانه يعني واحده بير يعني واحد فيقول لك ايه you are the one بتانم اللي هو يا وحيدتي مش ما اظنش ان ليها مقابل عندنا بس هي معناها وحيدتي بس كده. تعالوا بقى اعمل لكم كويس في السريع كده في الحاجات اللي احنا شرحناها خلال الفيديو ده. اول سؤال لو حد قال لنا ايه مسن هنرد عليه نقول له ايه مسن. تاني حاجه كلمه اوزامان يعني ايه عايزه المعنى اللي انا قلته في الفيديو اوزامان. تالت حاجه كلمه بارا يعني ايه كلمه بارا يعني ايه. رابع حاجه كلمه جريك يوك يعني ايه. خامس حاجه فعل ان يريد يعني ايه انا عايزه كذا الفعل اسمه ايه. لو انا عايزه اقول لك ايه لو انت عايز كذا لو انت عايز مش عايزه كلمه انا عايز لا لو انت عايز معناها ايه. والسؤال السادس والاخير اللي هشوفكم مركزين فيه ولا لا لو انا عايزه اقول لحد لا تؤاخذني معلش ولكن قلنا ايه معلش ما تدققش على اخطائي. حاول كده انا قربتها لكم وده اخر سؤال ما تدققش على اخطائي لا تؤاخذني معلش وهي كلمه من مقطعين. اكتبوا لي في الكومنتس الاجابات وقولوا لي عرفتوا كام واحده لوحدكم صح بدون ما تغشوا وان شاء الله الناس اللي هتفوز هنحط اسمائها في الفيديو اللي جاي. Görüşürüz bebişler.